عقروب، إذا حاسس إنه حياتك واقفة من جهة ومن جهة تانية في شي عم يتحرك من وراك، فانتبه. في شغل ومال، سفر وقانون، حب وعلاقات، وفي أشخاص عم يفكروا فيك أكتر مما متوقع. وإذا كنت من عمال النور، في إشارات ممكن تحس إنها عم تناديك بالاسم. اسمع لآخر الفيديو، لأنه في جزء بالعاطفة ممكن يلمس قصتك بشكل مباشر. ما بدي أطول عليكم، واللي مو مشترك بالقناة يشترك فضلا وليس أمرا. بتشرف بانضمامكم لعائلتنا الروحية عائلة تارولوجية. ولا تنسونا بالله يا عقارب، أنتوا الوحيدين اللي بعرف إنكم راح تقصروا. عقروب، طش لايك، محزمي، مشروبك بإيدك، سماعاتك بأذانك، واللي قرب منك أصبعه. خلونا نبدأ على بركة الله. عقرب، طاقتك هالفترة فيها ضغط من جوا، عصبية مكبوتة، ومحاولة ترجع توقف على اجريك بعد فترة تعبتك نفسيا. عقروب، انت عم تحاول تبين للناس انك قوي وما بيهزك شي، وما بتحب حدا يشوف وين نقطة ضعفك، ولهيك ممكن تصير عصبي بسرعة او تتحسس من بعض التصرفات. مو لانك ضعيف، بالعكس، لانك تعبت من اشياء خلتك تحس انه ثقتك بحالك او سيطرتك على حياتك عم تنضرب، وفي وجع قديم لسه عم تحاول تطلع من اثره. عقروب، انت مو بنفس مرحلة الوجع الاولى، في جزء من جواتك صار يحكي خلص بدي اتخطى وانسف كل شيء. بس احيانا موقف صغير او ذكرى بتلمس نفس المكان، وبتكتشف انه الموضوع ما تسكر بالكامل لسه. وكمان حاسس انه في شيء بحياتك واقف او عم يعيد حاله. كل ما تحكي خلص غيرت الصفحة، بتلاقي حالك راجع لنفس الشعور أو نفس النوع من المواقف. مثلا ممكن تحكي أنا خلص ما عاد فارقة معي، وبعدين يصير موقف صغير يرجع كل الزعل والانفعال. طاقتك عم تحكي انك لازم توقف هالدائرة. في جزء جواتك بده شفاء، وانه ترجع تحس بقيمتك وقوتك. عقرب، انت حرفيا بمرحلة عم تحكي فيها انا ما عاد بدي اعيش بنفس الطريقة اللي اذتني قبل. طيب، مهنيا وماليا شو اللي جايك عقرب؟ مهنيا وماليا عندك اصرار قوي تثبت حالك، وبنفس الوقت بدك تتحرر من طريقة قديمة كانت عم تعرقل تقدمك. عقرب، الفترة الجاية بدها منك تتحكم بأعصابك أكثر من أنك تدخل بمشاكل ومواجهات. عندك قدرة تتحمل وتكمل، وحتى لو تأخر شيء عندك نفس طويل. مهنيا ممكن توصل لمرحلة تحكي فيها أنا ما عاد بدي أشتغل بهالطريقة. ممكن يكون في نظام، شخص أو ظروف حاسس إنها عم تحد من حركتك، وأنت من جواك بدك تشتغل بطريقتك الخاصة. وبعدها في دفعة جديدة عقرب، ممكن تكون فكرة، مشروع، شغل جديد، عرض أو حماس يرجع فجأة تجاه مجال معين. يعني في شرارة جديدة عم تنولد. ماليا في إمكانية أنك تبني استقرار أقوى مع الوقت. يعني مو شرط تكون قصة مصاري سريعة، وإنما تأسيس لشيء ثابت يعطيك أمان بالمستقبل. بس انتبه عقرب، لا تستعجل المصاري أو النتيجة. في فرصة ممكن تظهر، بس بالبداية ما تكون واضحة قيمتها، أو يكون في تأخير قبل ما تشوف نتيجتها الحقيقية، وفي شيء لسه مخبى عنك أو مو واضح بالكامل. لذلك إذا قدامك عرض أو قرار مالي، لا تحكم عليه بسرعة. وبالنهاية عقرب، الطاقة بتحكي عن رضا وتحقيق رغبة. طيب، صحيا وروحيا عقروبي، طاقتك بتبين استنزاف من الماضي واحساس بالنقص او الحرمان، وكانك طول الوقت بوضع دفاع. في شيء قديم لسه مأثر عليك، ممكن علاقه، موقف، ذكرى او مرحله ما قدرت تتذكرها من جواتك. وفي احساس انك عم تتحمل كل شيء لحالك حتى لو حواليك ناس. ممكن يكون جواك شعور انه ما حدا فاهمني فعلا. وكمان انت بحالة دفاع طول الوقت، كأنك دائما جاهز تحمي حالك، تثبت موقفك، او تواجه الشيء بتحس انه ممكن يهددك، وهالشي عم يستنزفك. العلاج هون انك توقف الحرب اللي جواتك عقرب. مو كل شي لازم تواجهه، ومو كل شخص لازم تثبت له انك صح. احكي لحالك انا بعرف قيمتي، وما عاد لازم اثبتها لكل الناس. وفي حاجة انك ترجع تشعل حماسك. اعمل اي شي بتحبه عقرب، مشروع، هواية، حركة، رياضة مناسبة لك، او اي شي يخليك تحس انك عم تتقدم. وكمان اسمح لحالك تفرح وترتاح بدون تأنيب ضمير. بس لا تربط راحتك بالمصاري او الانجاز. اذا صار تفكيرك بس لما احقق هالشي رح ارتاح، ممكن تزيد الضغط على حالك عقروب. الطريق للخروج هو ترجع تثق بحالك وتشوف انجازاتك حتى لو كانت صغيرة. طيب، قانونيا وسفر عقروب، بالقانون والسفر في انفراج شوي شوي بعد فترة قلق أو موضوع كان معلق. في شيء كان مخليك تتوقع نتيجة مو مريحة، بس الضغط عم يخف. في إمكانية تتجاوز مشكلة أو موقف قديم. بالقانون في حساسية تجاه شخص أو جهة عصبية وعنيدة، فلا تدخل بعصبية ولا ترد بسرعة، لأنه رد فعل صغير عقرب ممكن يكبر موضوع كان ممكن ينحل بكلمة. وبالمقابل في طاقة استقرار وأمان للعيلة أو للأشخاص القريبين منك. أما بالنسبة للسفر ففي احتمال تأخير أو لخبطة بسبب أشخاص أو ترتيبات.
ممكن حدا يوعدك بشي وما يمشي مثل ما حكى، أو يصير تغيير بالتنسيق. يعني المشكلة مو شرط تكون بالسفر نفسه، ممكن تكون بالناس أو الترتيبات اللي حواليه. الموضوع مو مسكر، بس بده هدوء، صبر، وعدم الاعتماد على الحكي قبل ما يصير شي فعلي. طيب، نصيحة لعمال النور من برج العقرب. عقرب، عامل النور، لا تضل تحارب نفس الدائرة. إذا في شيء عم يتكرر بحياتك لا تحاول تغير النتيجة بنفس الطريقة القديمة، والأهم لا تعتبر التأخير فشل. مو كل شيء ما مشي معك يعني إنك ما بتستحقه. أحيانا أنت بحاجة تشوف الصورة أوضح قبل ما تتحرك. في نور حواليك، والوضوح مع حالك هو مفتاح الخروج. لا تخلي تجربة سيئة تفهمك إنه كل اللي جاي سيء. وانتبه من مرحلة ما عاد بدي شي ما فارقة معي، لأنك بالحقيقة ممكن تكون بس تعبت من الانتظار والخيبات. فلا ترفض فرصة جديدة لأنه الماضي ألمك. ارفع راسك، شوف شو عم ينفتح قدامك، وخلي النور اللي جواك أقوى من الشي اللي حاول يطفيك. طيب، من شو لازم يحذر عامل النور عقروبي؟ احذر من شخص أو وضع يعطيك إحساس بالأمان بس أفعاله ما بتأكد هالشي. لا تنبهر بالمظهر ولا بالكلام الكبير عن المستقبل إذا ما في فعل واضح. وانتبه من الخوف بالنسبة للخطوات الجديدة. ممكن تكون محتار بين خيارين، والخوف يخليك تختار الطريق الأسهل بدل الطريق اللي فعلا اللي بتكون بدك إياه. وكمان في تحذير بالعلاقات، ممكن يكون في جذب قوي أو اتصال قوي، بس لا تعتبر قوة الانجذاب دليل على انه العلاقة صح. مو كل شخص بتحس معه بشي قوي يعني هو مناسب لك. وممكن يكون في شخصين بيناتهم مشاعر وتقارب، بس لازم تسأل حالك عقرب، هل العلاقة متوازنة ولا نحن بس محتاجين بعض؟ وانتبه كمان من السكوت الطويل والانعزال عقرب. اذا تعبت خود مساحتك، بس لا تهرب من الموضوع، لازم ينحسم. تمام؟ شو الإشارات اللي بتحكي إنه الرسالة موجهة لعامل النور؟ عقروبي، إذا أنت شخص حضوره قوي وبتتحمل المسؤولية وبتلاحظ إنه الناس بتحس بوجودك حتى لو ما حكيت كتير، فهي الإشارة. وإذا بالفترة الأخيرة عم تضطر تمسك حالك أكتر وعم تحاول تسيطر على عصبيتك أو ردود فعلك، فهي إشارة تانية. وفي إشارة مرتبطة بالخروج من العزلة. إذا كنت منعزل أو قليل الاختلاط وبلشت فجأة ترجع تتواصل أو يظهروا ناس بحياتك، انتبه. وفي إشارة قوية مرتبطة بالبيت والرزق والاستقرار والشغل. إذا صرت تفكر كتير بالأمان المادي، ترتيب البيت، الشغل، أو كيف تبني أساس ثابت لحياتك، فهون الرسالة كمان إلك. يعني إذا عم تشوف بحياتك قوة وضبط نفس، خروج من العزلة، تفكير بالرزق والبيت والاستقرار، فانتبه، ممكن تكون الرسالة لك. عاطفيا، المرتبطين في بالعلاقة شعور انه الامان او الاستقرار العاطفي مو بالمستوى اللي مفروض يكون عليه. ممكن يكون في طرف حاسس انه عم يعطي او يعتمد على العلاقة بشكل اكبر من الطرف الثاني، او صار عنده خوف من فقدان الاستقلالية والقيمة داخل العلاقة. في احتمال كمان انه واحد من الطرفين صار يحتاج تأكيد مستمر من الثاني، اهتمام، طمأنينة، او اثبات انه لسه مرغوب ومهم. يعني المشكلة مو بالضرورة غياب المشاعر، وانما الاحساس بعدم الاكتفاء او عدم الامان من داخل العلاقة. بالنسبة للمنفصلين، هون في طاقة تعطيل وعدم تعاون. العلاقة ممكن تكون توقفت لأنه الطرفين ما عادوا قادرين يشتغلوا على المشكلة مع بعض، أو كل شخص صار يتعامل مع الموضوع من زاويته الخاصة. في شيء كان بحاجة لشخصين حتى ينصلح، لكن التعاون ما اكتمل. ممكن يكون في رغبة عند أحد الطرفين بس بدون توافق فعلي أو استعداد متبادل لبناء شيء جديد. بالنسبة للسناقل عقارب، طاقتك فيها رغبة بعلاقة جدية ومستقرة، مو مجرد تجربة عابرة. انت او الشخص القادم ممكن يكون عنده تصور واضح عن الامان، البيت، الاستقرار، والعلاقة اللي لها مستقبل. في احتمال انه التعارف يكون مرتبط بطابع عائلي او اجتماعي، او انه العلاقة من بدايتها تحمل احساس هالعلاقة ممكن يكون لها مستقبل فعلي. بالنسبة لجماعة العلاقات الثلاثية، هون في طاقة شخص عم يقترب عاطفيا ويحاول يعبر عن مشاعره أو يفتح باب تواصل رومانسي. ممكن يكون في رسالة، اعتراف، مبادرة، أو محاولة للتقرب بطريقة ناعمة. بس ضمن علاقة ثلاثية انتبه للفرق بين الحكي المعسول وبين النية الفعلية. الشخص ممكن يكون صادق بمشاعره، بس وجود أكثر من طرف بيعني إنه المشاعر لحالها ما راح تحسم الموضوع. أو ممكن حتى يكون متلاعب، أو ممكن يكون كذاب ومتعدد علاقات. فانتبه عقرب. بالنسبة للكراش عقرب، شو وضعه؟ شوف عقرب، اللي مكرش عليك عم يفكر فيك وقلقان أكثر مما عم يبين. ممكن يكون عم يراجع كل خطوة قبل ما يعملها، وخايف من الرفض أو من النتيجة ما تكون لصالحه. وبنفس الوقت نظرته إلك جدية، مو مجرد إعجاب عابر. في جزء منه عم يفكر إذا ممكن العلاقة تصير ثابتة مستقرة، بس عنده تناقض. مرة بيخاف ويتردد، ومرة بيحكي جرب
راح تخرب الدنيا. فممكن فجأة يعمل خطوة أو يفتح تواصل بدون ما يكون مخطط لكل التفاصيل. والأهم أنه نظرته إلك فيها استقرار ومستقبل، مو بس بده يعيش لحظة وينتهي الموضوع. في خيال أو رغبة بعلاقة تعطيه أمان واستمرارية، ويمكن يتصورك شخص ممكن يكون موجود بحياته لفترة طويلة. طيب، الأبراج اللي عم تفكر بالعقرب وكيف شايفته؟ بالنسبة للبرج الأول هو الأسد. عقرب، شايفك قوي، صعب تنكسر، وعندك هيبة وحضور، معجب بقدرتك على تحمل الضغط، وبحس انك مو سهل حدا يسيطر عليك، وممكن يشوفك عنيد لما تحط شي براسك. بالنسبة للدلو، شايفك جريء ومختلف، وما بتحب تمشي حسب القواعد اللي بيحطوها الناس لغيرك. بالنسبة إله انت شخص مو سهل يتوقع تصرفاته، ولهيك عنده فضول يعرفك اكتر. بالنسبة للثور، شايفك شخص بيستاهل الانتظار والاستثمار بالعلاقة، بس عم يراقب عقروبه ويدرس الوضع قبل ما يتحرك، يعني مهتم بس مو مستعجل. بالنسبة للعذراء، شايفك شخص عنده إمكانيات بس مو دايما عم يعطي نفس الجهد والاستمرارية. ممكن يحس إنك أحيانا بتتحمس لشيء وبعدين بتخف حماستك، أو ما عم تستثمر طاقتك بالطريقة الصح. بالنسبة للجوزاء، شايفك عم تتحرر من قيود كانت مأثرة عليك، حاسس أنك غيرت طريقة تفكيرك وصرت أجرأ بالتعبير عن نفسك وقراراتك. بالنسبة للحمل، شايفك شرس بالدفاع عن حالك وحدودك، وما بتسمح بسهولة لحدا يتجاوز عليك، وإذا حسيت في ضغط أو منافسة بتوقف بوجهها. في احترام لقوتك، بس ممكن يشوفك صعب الاقتراب منك لأنه ممكن تنفجر بوجه عقرب. بالنسبة للميزان، شايفك مثير للفضول عقرب، عم يحاول يعرف عنك أكثر ويراقب تصرفاتك وكلامك، ويحاول يفهم شو مخبي وراهم. بالنسبة للسرطان، شايفك غامض وصعب القراءة، في شيء فيك عقرب بشده بس مو قادر يعرف بشو عم تفكر أو شو نيتك، ولهيك بضل يفكر فيك أكثر. طيب، حقيقة إحساس كل برج منهم تجاه برج العقرب. عقرب، الأسد فيه إعجاب قوي واحترام واضح، منجذب لقوتك وحضورك، بس القوة نفسها بتخليه يحسب خطواته وما يندفع بسرعة. بالنسبة للدلو، عنده فضول وانجذاب للاختلاف اللي فيك، بده يقرب ويكتشف العقرب أكثر، بس لسه ما عنده صورة كاملة لوين ممكن توصل العلاقة. بالنسبة للثور، إحساسه أهدى وأعمق، في اهتمام حقيقي بس عم ينتظر ويشوف إذا العلاقة لها مستقبل قبل ما يعطي كل طاقته، يعني في مشاعر بس معها صبر وحذر. بالنسبة للعذراء، في إحساس بس ما عم ياخد مساحة كافية ليتحول لشيء واضح، ممكن يكون معجب أو مهتم بس في تراجع بالجهد أو عدم استمرارية بالتقرب. بالنسبة للجوزاء، في ارتياح تجاهك، وكأنه شخص عم يساعده يطلع من حالة فكرية أو عاطفية كانت مقيدته. في رغبة بالتقرب والتواصل، خصوصا إذا كان سابقا متردد أو خايف. بالنسبة للحمل، الإحساس قوي بس دفاعي، في انجذاب واهتمام بس ما بده يبين أنه متأثر بسهولة، ممكن يكون عنده شعور بالمنافسة أو التحدي. بالنسبة للحمل، متحديك عقرب فلا تعطي وجه، ماشي؟ الميزان فيه فضول عاطفي واضح، انتبه لي كمان من الميزان، عم يفكر فيك ويراقب تصرفاتك ويحاول يعرف إذا في شيء متبادل، إحساسه لسه بمرحلة الاستكشاف أكثر من القرار النهائي. بالنسبة للسرطان، الإحساس موجود بس معه غموض وخوف وتردد، في انجذاب وتأثر داخلي، بس عدم وضوح موقفك مخليه يراقب من بعيد بدل ما يحكي بشكل مباشر. وهلأ يا عقرب، بدي منك تعليق واحد، أي برج من هالأبراج حسيت إنه انكشف عليك بالقراءة؟ اكتب لي اسم البرج بالتعليقات وشو شعورك تجاهه. إذا في شخص محدد ببالك، اكتب لي أول حرف من اسمه جنبه. خلينا نشوف أي برج راح يتكرر أكثر بالتعليقات. بحبكم يا عقارب، لا تنسوا اللايك، دمتم برعاية الله.